مرحبا، أنا الدكتور فيغنيشكا ناقابرسن، استشاري أول في أمراض القلب التداخلية في مستشفى أبولو الرئيسي طريق غرينز. اليوم أود أن أتحدث عن أهمية القسطرة الأولية في إنقاذ الأرواح لدى مرضى الجلطات القلبية، وكذلك لدى المرضى الذين لديهم نسبة عالية من الكالسيوم وانسدادات حرجة في الشرايين. كيف أن التقنيات الجديدة في عمليات القسطرة ظهرت وأصبحت قادرة على علاج المرضى وتحسين حالتهم. أولاً، النوبة القلبية تعتبر مشكلة مهمة جداً في حياتنا اليومية. كما نلاحظ في بلدنا، انتهت الأيام التي كان يعتقد فيها أن النوبة القلبية تصيب كبار السن فقط. الآن، لا يوجد عمر آمن من خطر الإصابة بالنوبة القلبية. حتى الشباب الذين تجاوزوا سن 20 أو 30 يعانون أيضاً من النوبات القلبية. فما المقصود بالنوبة القلبية؟ النوبة القلبية هي انسداد كامل بنسبة 100% في الشرايين التي تغذي القلب. وفي المصطلحات الطبية نطلق عليها اسم احتشاء عضلة القلب. لذا عندما يصاب المرضى بالنوبة القلبية فإن ذلك يشكل خطراً على الحياة ويهددها بشكل كبير. لذلك يجب عليهم التوجه إلى مستشفى تتوفر فيه مختبرات القسطرة القلبية ورعاية أطباء القلب على مدار الساعة. فعندما يصل المريض فوراً إلى قسم الطوارئ، نطلق على ذلك اسم الوقت من الباب إلى البالون، حيث يجب أن لا يتجاوز 90 دقيقة من لحظة الشعور بألم الصدر أو أقل من ذلك. لذا نقوم فوراً بمعاينة المريض وإجراء الفحوصات الأساسية، ثم بعد إبلاغ المريض ننقله إلى مختبر القسطرة القلبية. كل دقيقة نتأخر فيها أثناء النوبة القلبية يتضرر جزء من عضلة القلب، وقد تحدث مضاعفات تهدد الحياة. وبمجرد إدخال المريض إلى مختبر القسطرة، نقوم فوراً بإجراء تصوير للأوعية الدموية أنجيوغرام لمعرفة مكان الانسداد بالضبط. ومباشرة بعد ذلك نقوم بإجراء رأب أوعية أولي أنجيوبلاستي كخطوة تالية، وهذا يعني أننا ندخل سلكاً طبياً ثم نقوم بتوسيع الشريان بالبالون ونضع دعامة. عادة ما تقوم هذه الدعامة بسحب الانسداد إلى جدار الوعاء الدموي، وبمجرد وضعها يعود تدفق الدم الذي كان متوقفاً تماماً. لا يوجد شيء أكثر إرضاءً لطبيب القلب التدخلي من إنقاذ مريض من نوبة قلبية. بعيداً عن عمليات رأب الأوعية الأولية، هناك مجموعة أخرى من المرضى يأتون بشكل اختياري لإجراء رأب الأوعية، وبعض كبار السن لديهم شرايين متكلسة جداً، أي يوجد ترسبات من الكالسيوم في البطانة الداخلية للشريان. هؤلاء المرضى هم الذين يحتاجون إلى أحدث التقنيات على شكل. لدينا العديد من الأجهزة التي يمكنها تعديل اللويحات وتقليل كمية الكالسيوم، وبعدها يمكننا وضع الدعامة. إذا لم نستخدم هذه التقنيات، قد نقوم بإجراء رأب أوعية روتيني، لكن إذا لم تتوسع الدعامة بشكل كاف، فقد يعود المريض بانسداد متكرر أو حتى بتجلط في الدعامة. في مستشفى أبولو، أنا متخصص في علاج مثل هؤلاء المرضى، حيث نستخدم تقنيات التوجيه بالصور مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الأوعية PFUS، أو التصوير المقطعي البصري التوافقي، وهو عبارة عن قسطرة تحتوي على كاميرا بداخلها ندخلها إلى الداخل لنتمكن من رؤية مكان تواجد الكالسيوم والتعرف على تشريح الشريان. بعد ذلك يمكننا القيام. ثم لدينا العديد من أجهزة تعديل اللويحات أو تعديل الكالسيوم مثل البالونات القاطعة والبالونات عالية الضغط والبالونات غير القابلة للتمدد. ثم لدينا أجهزة قطع الكالسيوم مثل جهاز الروتابلاتور وجهاز الاستئصال المداري، بالإضافة إلى العلاج بموجات الصدمة داخل الأوعية، نسميه AFL. جميع هذه الأجهزة أنا متخصص فيها ونستخدمها في مستشفى أبولو، حيث نقوم بتعديل اللويحة، ثم نقوم بتوسيع الانسداد بالبالون، وبعدها نضع الدعامة، ثم نقوم بتوسيع الدعامة بعد وضعها، وننهي الإجراء.
لذا من خلال استخدام التوجيه بالصور بالإضافة إلى هذه التقنيات الحديثة، يمكننا أن نقدم أفضل النتائج الممكنة للمريض بنسبة نجاح 100%، وذلك لضمان نتائج جيدة على المدى الطويل، يليها العلاج الدوائي.